في يوم عادي من أيام الدراسة، الحصة الأولى، الحصة التانية حصة احتياطي، الإنجليش حصة احتياطي، الساينس حصة احتياطي. فين المدرسين يا ميس أميرة؟ أستاذ سليم وسير سيد راحوا فين؟ إيه؟ سافر؟ هاجر؟ طب مش كانوا قالوا لنا عملوها ازاي دي عشان نعمل زيهم؟ طب هنعمل ايه في الحصص دي كلها؟ سؤال الحلقة: ليه المدرسين بيسيبوا المدرسة؟ بسبب المرتبات الضعيفة ولا كثافة الفصول؟ وصل عدد الطلاب في المدارس الخاصة في الفصل الواحد يعني داخلين على 50 طالب واسمها مدرسة خاصة. الجيل الجديد دلوقتي ما عندهوش حاجة اسمها رولز، ما عندهمش مش حاجة اسمها ممنوع، ما عندهوش حاجة اسمها ان المدرسة تسمح بكذا وتنهي عن كذا. لما نقول ممنوع بيتبص للمدرس بصة غريبة، استنكار واستعجاب، ليه ممنوع؟ ولا بسبب أولياء الأمور؟ في جيل كده تحس ان هو جاله تروما، جيل أولياء الأمور ده تحس ان هو كان معذب او كان مفروض عليه حاجات، او كان مش قادر ياخد حقه، او كان الحالة السائدة وقتها التربية بالعقاب، فمش عاوز اولاده يعيشوا المأساة اللي هو عاشها، فدايما اخدين وضع الهجوم. المدرس ده اكيد اذى اولادي بكلمة بنظرة، مش عاوزه يتأذي زي ما انا اتأذيت زمان، فبيتصرفوا تصرفات. فلو المدرس انفعل او مارس المقولة اللي بتقول التربية والتعليم، اتكلم عن اخلاقيات او حب يقيم الطالب ده او الطالبة تقييم سلوكي، لا نهجم على ادارة المدرسة ونشتكي المدرس ده. ولا بسبب ادارة المدرسة؟ في مقولة دايما بتتقال: مدرس يمشي الف غيره، بس في كلمة انت نسيتها كإدارة مدرسة: الف مدرس متبرع غيره، لان بداية المرتبات في بعض المدارس الخاصة 2000 جنيه او 1000 جنيه، انا بتكلم عن 50 جنيه او 66 جنيه في اليوم. اي ولا الإجابة هتكون جميع ما سبق؟